السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. فيديو مهم جدا لكل جمهور الزمالك، أخبار جديدة هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل، ولكن كالعادة قبل ما أحكي لك الحكاية وقبل ما أحكي لك التفاصيل ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. انزل اهبط لايك الفيديو، اشترك في القناة لو أنت أول مرة تشوفني عشان يصلك كل فيديوهاتنا. إيه الجديد اللي معانا النهاردة؟ أول حاجة حابب أتكلم فيها هي إيقاف رضا عبد العال. تم إيقاف رضا عبد العال من المجلس الأعلى للإعلام لمدة أسبوع وعدم ظهوره في كل الفضائيات. ليه؟ لان الراجل طلع بكل شجاعه بكل رجوله، رد على ثروت سويلم وكان طالع بيدافع عن التعريض اللي بيحصل في الكره المصريه. بس راجل، انا سمعت الحلقه كامله بتاعه رضا عبد العال واسلام، ما كانش فيها اي تجاوز ضد الاهلي، ولكن هنا الناس اتعودت على احنا بص مش هنخلي حد يتكلم. مفيش حد يقدر يتكلم في الاعلام، احنا نعمل اللي احنا عاوزينه ومحدش يقدر يتكلم. يعني مثلا واحد يقول لي يعني شوبير كل اللي بيعمله ده هو عمال يلقح زي النسوان 24 ساعه ويرمي كلام على الزمالك، والعيال اللي هم بيطلعوا اللي هم القبيضه اللي جنب بتوع الاهلي بيطلعوا على قناه الاهلي، كل الناس ديت والاعلام اللي بيطلع يقلل من الزمالك. وطبعا محدش بيعاقب حد تقريبا كده، محدش شايف غير رضا عبد العال، محدش شايف غير الناس اللي بتتكلم كلمه حق. رضا عبد العال ما غلطش، رضا عبد العال ما غلطش في الاهلي وقال كلمه حق، ولكن تقريبا كده في مصر ممنوع حد يتكلم في الرياضه او اي حد يقول كلمه حق. فعشان كده ما قدامناش يا صاحبي غير اليوتيوب ان احنا نتنفس. هنا بنطلع نتنفس معاكم مع حضراتكم مع الناس المحترمه، هنا بنطلع نقول كلمة حق، هنا بنطلع ندافع، لأن واضح جدا إن كل القنوات الفضائية والإعلام والتلفزيون كله مع الأهلي والننوس، فمش تقدر تتكلم. اللي بيطلع يقول كلمة حق بيختفي، اللي بيطلع يقول كلمة حق بيختفي، ما بيظهرش تاني. فأنت عشان تظهر في الإعلام المصري ماشي، الرياضة المصرية، أنت محتاج تبقى معرض كبير وتعرض لنادي واحد. يعني أنت لازم تعرض للأهلي وتعظم في الأهلي زي الهيستيري وزي العيال دي. انما انت راجل محترم مالكش مكان ما بيننا. فعشان كده احنا هنا بنطلع على اليوتيوب نتنفس. فعشان كده خلاص المستقبل لليوتيوب مفيش اصلا. جمهور الزمالك مش هيتقبل الدعاره المصريه اللي بتحصل في الكره المصريه عامه واللي بتحصل في الاعلام، دي اسمها دعاره. ان انت بتسكت الناس، مش عاوز حد يتكلم، رضا عبد العالي يتكلم يتوقف، انما شوبير حلو بسكر يعني اللي هو بتاع الاحمر واسود وهبه وهبه النيل وكل الكلام الجميل ده عادي. مكالمات جنسيه، وراجل كان طالع على التلفزيون بيقول لك انا مزور وعادي. ابراهيم فايق وبحكم المحكمه طلعوه راجل مزور وعادي. محدش بيتكلم، محدش بيوقف الصفحات واللجان اللي بتشتم في الزمالك 24 ساعه. انما مفيش حد بيقف في مصر تقريبا غير اللي هو بيقول كلمه حق، مش بيشتم الاهلي، لا ده بيقول كلمه حق بس. يعني احمد الخضري لما قال لهم انتوا بتجيبوا الفلوس دي منين، ما شتمهمش، يعني قال لهم بس بتجيبوا الفلوس منين، زعلتهم. انا مش فاهم ايه اللي زعل، انا بسالك جبت الفلوس منين، بس قال لك وقفوه شهر امنعوه. فعشان كده احمد الخضر اتأدب. رضا عبد العال كل شويه لو انت خدت بالك كل ما رضا عبد العال يطلع يقول كلمه حق يقوم موقفينه شويه، فهو زي قرصه ودن كده. فديت الرياضه المصريه النهارده. مش هتعرف تاخد حقك، عيني عينك فجر. الاهلي بيتجامل في 3 نقاط عشان ياخد الدوري بالعافيه. كلكم شفتوا اللي بيحصل، مجاملات مجاملات مجاملات. فمش عارف لحد امتى هنفضل في الدعاره اللي بتحصل في الكره المصريه. ده بالنسبه لحاجه كده عصبتني، يعني انا استغربت ان تم ايقاف رضا عبد العال رغم ان الحلقه بتاعته ما كانش فيها اي تجاوز يعني. ده يا سيدي الاعلام المصري، وهي دي الرياضه المصريه، وهي ديت المسرحيه اللي بنعيشها كل سنه في الدوري المصري، وبطلها الاهلي. معرفش ايه الميزه اللي تخليك انت كمشجع تتفرج على دوري عارف البطل بتاعه اللي الاهلي هياخده في الاخر بالعافيه، بالذوق، بالحكام، باتحاد الكره، بالرابطه، الاهلي هياخده. يعني انا ما شفتش فجر كده. ما اعرفش النهارده بيراميدز راجل حاطط له ماتش سيراميكا بين النهائي بتاع افريقيا، رغم ان الاهلي بقى له 10 سنين. ده ردا للاهلاويه، الاهلي بقى له 10 سنين ما بيلعبش ماتشات في الدوري بين النهائي ولا بين نص النهائي اصلا. ده في دوري المجموعات كان بيتاجلوا ماتشات، ده في سنه كانوا مأجلين 8 ماتشات عشان كان بيلعب باسم مصر. ما اعرفش ايه اللي بيحصل، ولكن اتمنى ان شاء الله ان ربنا يصلح الحال في اللي جاي. نروح لحاجه تانية مهمه جدا بقى ونخش على الزمالك. ايه الاخبار اللي معانا النهارده؟ اول حاجه خبر مهم جدا، صديق أبولا لاعب سيراميكا كليوباترا المعار لبيراميدز معروض على نادي الزمالك. ركز معايا، معروض على نادي الزمالك بعد انتهاء اعارته مع بيراميدز، لان بيراميدز مش هيجدد الاعاره. فالوكيل بتاعه عرض اللاعب على لجنه التخطيط وعلى اداره نادي الزمالك. ده خبر حبيت ان انا اقوله لك. تيجي تسالني عن رايي، انا شايف ان صديق جوله اقل من ان هو يكون لاعب في نادي الزمالك. صديق جوله لما راح بيراميدز فرقه فيها كل اللعيبه المميزه دي وفرقه عندها استقرار ما عملش حاجه. الراجل غايب طول الموسم، لما بينزل يشارك كان بينزل بديل، ما كانش له اي تاثير، اصاباته كتير. فانا بالنسبه لي مش عاوزين نفشل تاني ومش عاوزين نكرر التجارب الفاشله. صديق جوله هو لاعب كويس في سيراميكا وما وفقش مع بيراميدز، هيرجع سيراميكا. ولما تيجي تتكلم مع سيراميكا اصلا على صديق جوله يقول لك 2 مليون دولار وارقام عبيطه كده. فانت بال 2 مليون دولار دول تجيب بهم يعني
جناح زي فريد الملالي يلعب معاك موسمين، تجيب بهم مثلا يسري بوزاك، تخلص بهم مثلا امين زحزوح. انما مع احترام صديق جولا مش هو اللاعب اللي يكون في نادي الزمالك، ولكن خبر حبيت اقوله لك ان صديق جولا اللي كان الزمالك نفسه فيه واحنا كان نفسنا فيه السنه اللي فاتت ان هو يجي نادي الزمالك، وسيراميكا ودته بيراميدز او بيراميدز خطفه من الزمالك، معروض على نادي الزمالك بعد انتهاء عرضه مع بيراميدز، لان بيراميدز مش هيجدد الاعاره. بيراميدز حاطط عينه على صفقات تقيله في الموسم الجديد. بيراميدز هيدعم بمحترفين يعني ناس جامده جدا في الموسم الجديد، وربنا يستر بقى وما ياخدوش عادل بولبينا تبقى مصيبه. فنتمنى ان شاء الله ان ربنا يصلح الحل للزمالك خلال الفتره الجايه، ونتمنى من لجنه التخطيط سرعه حسم الصفقات. النهارده لاعب الاسماعيلي محمد خطار اللي وقع للزمالك لمده 5 سنين كان بيلعب قدام الجونه، وحسيت فيه كده ان هو محمد بركات لاعب سريع جدا، لاعب مهاري، وسجل هدف حلو جدا وصنع هدف كويس جدا. فنتمنى من الزمالك لو هو وقع معاه، نتمنى ان احنا نخلص اللاعب اللي انت محتاجه وشايفه ان هو هيكون اضافه للفرقه. معلش بعد حضرتك خلصه في اسرع وقت، لان بيراميدز لو خسر النهائي وخسر الكاس وضيع الدوري، بيراميدز هيبقى غبي جدا في موضوع الصفقات وهيحاول يعوض بصفقات قويه، فانت مش هتلاقي حد. فانا نصيحه لاداره الزمالك واللجنه الفنيه واللجنه التخطيط، الحقوا خلصوا صفقاتكم قبل ما بيراميدز يفوق من البطولات اللي هو عاوز يحسبها. بعد 5/6 بيراميدز هيرجع يركز يعني في الميركاتو وهيخطف منك لعيبه انت عاوزها، فانت محتاج ومخلص مع لعيبه وممضي مع لعيبه. خلص مع الفرقه بتاعتها، خد الاستغنى. الدوري يعتبر انتهى، الهبوط انتهى، فالدوري يعتبر شبه ملوش اي لازمه. انا ما اعرفش هما بيلعبوا ماتشات ليه اصلا، يعني الدوري يعتبر انتهى. الماتشين المهمين ماتش سيراميكا وبيراميدز وماتش الاهلي وفاركو، بس ده المهمين. الباقي كله ملوش اي لازمه، كله ترتيب ملوش اي لازمه. الدوري كده كده تم الغاء الهبوط. فنتمنى ان شاء الله ان ربنا يصلح الحال خلال الفتره اللي جايه في ملف الصفقات. كمان في مفاجاه بالنسبه لي، ان الزمالك بيفكر ان هو يضم 2 مهاجمين. الزمالك بيضع الرطوش الاخيره في صفقه كليمنتي مزيزي، وانا قلت الكلام ده مش دلوقتي، قايله من 3 ايام، وقلته النهارده في فيديو ان الزمالك خلاص يعني بيضع الرطوش الاخيره في الصفقه، في خلاف بسيط جدا على نسبه اعاده البيع. انما الزمالك خلص كل حاجه مع نادي يانج افريكانز ومع كليمنتي مزيزي. فالزمالك بقى المفاجاه ان هو بيفكر يتعاقد مع مهند علي. الزمالك عاوز يجيب مهند علي مع كليمنتي مزيزي، لان كليمنتي مزيزي بينفع او بيقدر يلعب جناح شمال. فالزمالك قال لك طب ما كليمنتي مزيزي يلعب جناح شمال ويبقى معاه مهند علي قدام، ومعاهم ناصر منسي، وفي مهاجم محلي او 2 محليين هيجوا كمان، سواء عمرو ناصر ومحمود ممدوح ماشي بتاع الحرس. وكمان الزمالك زي ما قلت لك بيفكر ان هو يتعاقد مع مهند علي. مهند علي حتى الان ما خلصش مع اي نادي، والزمالك مخلص كل حاجه ومتفق. الزمالك لو عاوز يفعل العقد يفعله بكره يفعله. الزمالك هو اللي كان متأني. فالزمالك عنده تفكير دلوقتي، طب ليه لا احنا ما نجيبش كليمنتي مزيزي ناحيه الشمال ويكون اضافه ويساعد مع مهند علي، ماشي، ونجيب معاه كمان مهند علي. ده التفكير اللي داخل لجنه التخطيط حاليا. الزمالك ممكن يتعاقد المفاجاه مع 2 مهاجمين. كليمنتي مزيزي يعتبر خلاص خلصان، في مهاجم تاني ممكن يخلص مع كليمنتي مزيزي كمان. مهند علي بقى ممكن يرجعوا اللي هو فيلي تراوري. الزمالك بيحاول حتى الان في صفقه فيلي تراوري، ما اعرفش، ولكن الزمالك يعني خلاص في كليمنتي مزيزي اعتبره بنسبه 90% في نادي الزمالك، لان الزمالك بدأ الرتوش الاخيره في الصفقه، ان شاء الله تنتهي على خير. مهند علي الزمالك بيفكر ان هو يضم الاثنين، كليمنتي مزيزي يلعب جناح شمال ويضم مع مهند علي في حاله الهجوم كمهاجم تاني، ده وبنطايج يكون طاير. الزمالك بيفكر في بعض الحاجات كده لسه، ولكن نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك. فده خبر برضه حبيت اقوله لك واحطك معاه في الصوره، ان الزمالك بيفكر ان هو يتعاقد مع راس حربه تاني بالاضافه الى كليمنتي مزيزي اللي خلص بنسبه 90%. بالنسبه لمدير التعاقدات خلاص بنسبه 90% او بنسبه 99%، جون ادوارد اللي هو المدير الرياضي لنادي فاركو هو اللي هيكون مدير تعاقدات في نادي الزمالك. والاعلان الرسمي ممكن خلال ساعات او بكره بالكثير. الزمالك خلاص استقر على ان جون ادوارد هو مدير التعاقدات القادم لنادي الزمالك. الراجل هو اللي ما كانش موافق، الراجل طلب عدم تدخل اي شخص في عمله، والراجل عاوز ياخد صلاحيات معينه عشان هو يشتغل. الراجل هيقدم اضافه كبيره لنادي الزمالك، هيسوق اللعيبه اللي انت مش محتاجها زي مهاب ياسر، زي محمد عاطف، سيف جعفر، اي لاعب في الفرقه ملوش لازمه انت مش محتاجه، فالراجل ده هيسوقه لك. والراجل ده هو اللي هيبتدي يخلص الصفقات. اول مهمه هتكون لجون ادوارد هو انهاء الصفقات اللي الزمالك مخلص معاها. هيبتدي جون ادوارد يتفاوض مع الانديه، يتفاوض مع اللعيبه، لان هو كان شغال وكيل لاعبين، هو اللي كان جايب فيريرا لنادي الزمالك، هو اللي كان
شغال في بعض الانديه الاعلاميه، فراجل عنده خبرات، والزمالك استقر خلاص بنسبه 99% ان جون ادوارد هو مدير التعاقدات القادم لنادي الزمالك. وانا جيت هنا الصبح وقلت لك على القناه دي ان هيحصل هجوم شديد جدا على اي مدير تعاقدات هيجي، وهيطلعوا فيه ما في الخمر. ليه؟ لانك انت بقيت زملكاوي فاهم بقى، السبوبه اتقطعت، السمسره اتقطعت، فانت دلوقتي شغال بشكل احترافي، فالزمالك لازم يشتغل بشكل احترافي. خلينا نجرب يا اخي، بقالنا سنتين ماشيين ورا احمد السنترال اللي هو خلى منظرنا فرقه ملط عار كده، ماشي، فخلينا بقى نجرب نشتغل بشكل احترافي يا سيدي. احنا بقالنا سنتين واخدينها بالفهلوه والشطاره وما نجحناش وفاشلين وطالعين بموسمين صفريين، ما خدناش دوري ولا خدنا افريقيا ولا خدنا اي حاجه، تمام. فخلينا نجرب بقى الشغل الاحترافي ونشوف بقى مدير تعاقدات محترم ونعمل مؤسسيه في النادي ولجنه تخطيط وسكاوتنج وناس تشتغل بشكل احترافي، وكل واحد يبقى مسؤول عن دوره داخل النادي، ونسيب الاداره تبقى مجرد ان هي توفر الفلوس وان هي تشوف فرع اكتوبر، تشوف الفرع الثالث اللي هم بيحاولوا يخصصوا ارض جديده في التجمع، نشوف ان نشتغل ندخل موارد للنادي افضل ما ندخل نفسنا في فرقه الكوره ونعمل سمسره ونضيع ونضيع نادي الزمالك ونضيع هويه الزمالك. فان شاء الله انا بالنسبه لي يعني من اول القرارات الصحيحه داخل النادي هو تعيين مدير رياضي. وجون ادوارد انا ما اعرفوش، هو مش ابن خالتي، هو راجل كل الناس بتشكر فيه وراجل الناس بتشكر في كفاءته، فان شاء الله ربنا يوفقه مع الزمالك خلال الفتره الجايه. فمعلومه ليك خلاص، جون ادوارد هو المدير التعاقدات القادم لنادي الزمالك، والاعلان خلال ساعات، ممكن بكره ممكن بعد، ولكن خلاص تم استقرار بشكل كامل، وتم يعني اخذ كل الموافقات من اداره نادي الزمالك على ان هو ده اللي هيكون مدير التعاقدات القادم لنادي الزمالك، وهو اللي هيخلص كل الصفقات خلال الفتره اللي جايه. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لي، وان شاء الله مع دعم كل الزملكاويه المحترمين، لان في دلوقتي زملكاويه لهم مصالح، ركز، في زملكاويه لهم مصالح، في ناس بتطلع على اليوتيوب عندها مصالح، كل واحد بيدافع عن اي حد او بيدافع او بينتقد ميدو. طب ما نجرب يا سيدي تجربه ميدو، ما احنا بقالنا 20 سنه في الفشل، طب ما نجرب التجربه الاحترافيه يمكن تنجح معانا ونبقى نادي محترم ويبقى نادي عندنا مؤسسيه وننجح وربنا يكرمنا خلال الفتره اللي جايه، لان احنا ما معناش فلوس ومش هنقدر ان احنا نقابل بيراميدز والاهلي بكل الفلوس دي. فنتمنى ربنا يصلح الحال لنادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه باذن الله. خلاص، اول الراحلون عن نادي الزمالك سيدي ناضيه وكوستا. الزمالك بيضع الرطوش الاخيره في فسخ تعاقد الثنائي اللي تحت السن، سيدي نضايق المهاجم وكوستا. ليه بقى؟ لان الزمالك هيتعاقد مع اتنين تحت السن او واحد. الزمالك حاطط واحد اللي هو مركز 6، ده الراجل ده محترف تقريبا، هو المحترف بتاع انجولا اللي كان بيلعب في بطولة 17 سنة اللي هو مركز 6. وفي لاعب 8 اللي هو تقريبا حسام الصادق، لو الزمالك غير رأيه، ده المعلومة اللي كانت عندي ان حسام الصادق لاعب نادي تقريبا اتحاد طوارق المغربي اللي هو عقده فري او حاجه زي كده، ده من ضمن اهتمامات نادي الزمالك. فالزمالك بيفسخ تعاقده مع الثنائي سيدي نضايق وكوستا عشان يجيب مكانهم ناس، وده قلناه من بدري، قلنا الكلام ده من شهر على القناه دي، قلت لك الزمالك هيفسخ عقده او هيسوق او هيطلع سيدي نضايق وكوستا اعاره للدوري المغربي اللي تقريبا لنادي الزمامره اللي جاي منه صلاح مصدق، عشان الزمالك يتعاقد مع اتنين تانيين. فخلاص بنسبه كبيره جدا اول الراحلين عن نادي الزمالك كوستا وسيدي نضايق، بالاضافه الى خبر مهم جدا ومفاجاه كل جمهور نادي الزمالك، اخيرا دونجا هيرحل عن نادي الزمالك، وجاي له عرض من الدوري الكويتي تقريبا، وبنسبه كبيره جدا دونجا مش هتلاقيه في الموسم الجديد. اخيرا الحمد لله مش هشوف دونجا، عقبال يعني ما اشوف مصطفى شلبي كمان يحصل دونجا في الموسم الجديد كمان. بالاضافه ان الجزيري خلاص خد استماره 6، وكل عام وانتم بخير، الجزيري لن يكون لاعبا في الزمالك في الموسم الجديد. تكبير يا شباب، تكبير تكبير تكبير، اخيرا هرتاح من الجزيري ودونجا، باقي مصطفى شلبي. واي لاعب ملوش دور في الفرقه او اي لاعب عالي على الفرقه لازم نتخلص منه. فان شاء الله ربنا يصلح الحال نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. فعندك كده دونجا هيكون ان شاء الله خلال الفتره الجايه عنده عرض من الدوري الكويتي فمش هيكون موجود. الجزيري الزمالك هيسوقه او هيدخله في صفقات تبادليه او هيرحل عن نادي الزمالك، لان الزمالك هيتعاقد مع اتنين مهاجمين غير الجزيري، فالجزيري كده كده مش مكمل. كمان بالاضافه ان سيدي نضاييه وكوستا دول خلاص مش موجودين، لسه في لعيبه هتمشي، لسه في محمد عاطف، لسه في مهاب ياسر، لسه في ممكن تلاقي سيف جعفر، في لعيبه ملهاش دور في الفرقه هتمشي خلال الفتره اللي جايه. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك. اما بالنسبه لطارق حامد فيقال ان طارق حامد خلص مع نادي الزمالك، وطارق حامد اعتبره لاعبا في نادي الزمالك في الموسم الجديد. طارق حامد يبقى اضافه للفرقه لان الفرقه دي محتاجه لاعب عنده شخصيه بشخصيه طارق حامد، فطارق حامد يبقى لاعب مهم جدا لنادي الزمالك سواء على الدكه سواء في اوضه اللبس، لان اوضه اللبس دلوقتي محتاجه حد كبير يلم اللعيبه، محتاجه حد بخبرات. طارق حامد راجل كان في نادي الزمالك تحسه قائد في الملعب بس كان ينقصه الشاره، فنتمنى ان شاء الله
كل التوفيق نادي الزمالك. واحد هيعترض على طارق حامد يقول لك اصله سن كبير، انا عارف انه سن كبير، ولكن الفرقه دي وانت بتبنيها محتاجه ناس خبرات، سواء عبد الله السعيد او طارق حامد، لان شيكابالا خلاص بنسبه كبيره جدا. شيكابالا المعلومه اللي عندي ان هو هيعتزل بعد نهائي كاس مصر قدام بيراميدز لو الزمالك فاز بالكاس، فبقى في شيكابالا هينتهز الفرصه وهيعتزل وهو واخد بطوله مع نادي الزمالك. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. وبكده طبعا نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه. سلام.